الأخ تركي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. حياك الله. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. عندي 3 أسئلة لو تكرمت يا شيخنا. تفضل يا أخي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول عن الجورب، إذا لبست الجورب على طهارة وفسخته قبل أن أحدث قبل أن أحدث في الوضوء، أيوة. هل وضوئي آتي بالصلاة زي ما هي أم أعيد الوضوء من جديد إذا فسخت الجورب؟ أنت توضأت وغسلت القدمين ولبست الجوربين. نعم. وقبل أن تحدث فسخت الجوربين؟ نعم. يعني لازلت على الطهارة المائية الأولى. على المسحة. نعم على المسحة، لا بعد المسحة أقصد. إذا لبست الجوربين وبعدين جات صلاة ومسحت عليهما. نعم بالضبط. طيب ثم فسختهما. ثم فسخت وأنا على طهارة المسح. الراجح، شوف الراجح والله أعلم أن الطهارة باقية، لأن نعم. فسخ الجوربين ليس من نواقض الوضوء. مجرد فسخ الجورب لا ينقض الوضوء. هذا هو الراجح والله أعلم. طبعا هذا قول بعض أهل العلم، وقال آخرون بخلاف ذلك.